السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المنتخب المغربي والمدرب السويد، اهلا وسهلا بك مره اخرى. فرحتي الشعب المغربي في مباريات سابقه، اكيد الجميع فخور باللي قدمته. شنو كان ناقص اليوم للمنتخب المغربي؟ فوالا يمكن ماشي لا بريسيون باسكو الدراري دخلوا مزيان، كانوا باغيين يديروا شي حاجه اللي كبيره. بالحق لو تخاو نيفو باش توصل لافينال لي بتي ديتاي ماركاو دغيا خليناهم يدخلوا في الماتش. شفتيه زلقتي ومشاو يماركيو في الكره الاوليه ديالهم، حطت لهم الثقه. سي لي بتي ديتاي. ابخي رجعنا في الماتش، حق ضيعنا بزاف تكواري في بروميير ميطون، الحمد لله ما سجلوش الثاني. دوزيام ميطون دخلنا باش نمشيو نشجعوا، دينا تري بون دوزيام ميطون، وشفتي لا موان غيغور اللي درنا ماركاو الثاني. سي لي بتي ديتاي، عندهم اللاعبين القدام اللي بوالو يقدروا يماركيو. احنا جاونا بزاف فرص وما سجلناش، وهذا لو نيفو. غنتعلموا من هذا الشيء، تعلمنا بزاف في هذه لا كومبيتيسيون. اللي مهم اون با دو ريغري باسكو حطينا الماكسيموم. بديتي البطوله كلها باربعه ديال المدافعين، اليوم لعبتي بثلاثه. واش ممكن تشرح لنا السبب؟ لا، السبب علاش كنا باغيين نبلوكيو امبابي وديمبيلي، عندهم لا فيتيس. بدينا مزيان، اون بليس كان عندنا غنم سايس بليسي، كنا باغيين يكون مرتاح في لاكس. في الاخر مره كدير دي شوا اللي جاسوم كومبليتمون بحال من الاول. اللي مهم هي ماشي لا تاكتيك اليوم، هي ليتا ديسبي كان مزيان، حطينا الماكسيموم، هي با دو ريغري افوار. بون كوراج، ميرسي بوكو، شكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.